سيوف السماء على كل باغ من ونبدأ الأشقياء بإذن الله في تقرير المذهب ابن تيمية. أولا، التكفير عند ابن تيمية له إطلاقات، فقد يطلقه على المكفرات الظاهرة كالشرك الأكبر وغيره، وعندئذ لا يشترط قيام الحجة وانتفاء الموانع. وقد يطلق لفظ التكفير في المسائل الخفية والتي هي ما دون الشرك الأكبر، وعندئذ يشترط قيام الحجة وانتفاء الموانع في حق المعين. لذلك فمعظم الكلام الذي يستدل أو الذي يذكره المعاصرون لابن تيمية هو من هذا النوع، الذي يطلق فيه لفظ التكفير على المسائل الخفية ويشترط فيها قيام الحجة، فجعلوه عاما في كل أنواع الكفر كالشرك الأكبر والمسائل الظاهرة، وهذا كذب على الشيخ رحمه الله. فابن تيمية يفرق في التكفير بين المسائل الظاهرة كالشرك وغيرها وبين المسائل الخفية. لذلك فلفظ التكفير عند ابن تيمية قد ينفى في موضع ويثبت في موضع آخر بحسب أنواع الكفر. هنا هذا كلام نفيس لابن تيمية سوف يقول حتى يفهم ما مذهب ابن تيمية، لأنه الذي لم يفهم مذهب ابن تيمية في التكفير يعني يشكل عليه كلام ابن تيمية. قال رحمه الله في المجموع المجلد 7 الصفحة 18 بعد 104، قال إن الاسم الواحد مثلا كالتكفير وغيره ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، فلا يجب، انظر هنا كلام نفيس، قال فلا يجب إذا ثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. فلا يجب إذا نفى لفظ التكفير في المسائل الخفية والتي لا يقول هو مسائل خفية في معظم الأحوال أن يكون كذلك في سائر الأحكام، يعني سائر الأحكام الظاهرة إلى آخره. انتهى كلامه رحمه الله. طيب، قد يقول قال ما الدليل على أن ابن تيمية يفرق بين المسائل الظاهرة كالشرك وغيره، وهذه يعني يكفر فيها بلا قيام حجة وبلا انتفاء موانع، والمسائل الخفية يكفر فيها بعد قيام الحجة؟ هذا ابن تيمية بعين يقول هذا الكلام. قال رحمه الله تعالى في المجموع المجلد 4 الصفحة 54، قال وإذا كان في هذه المقالة وإذا كان قال وهذا إذا كان نعم قال وهذا إذا كان في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة. انظر كلامه صريح، قال في المقالات الخفية فقد يقال إنه فيها مخطئ ضال لم تقم عليه الحجة التي يكفر صاحبها، ولكن ذلك يقع في طوائف منهم في الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين. انظر هنا قال بل اليهود والنصارى يعلمون أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث بها وكفر مخالفها مثل أمره. انظر هنا يعني هذه المسألة الظاهرة، قال مثل أمره بعبادة الله وحده لا شريك له ونهيه عن عبادة أحد سوى الله من الملائكة والنبيين والشمس والقمر والكواكب والأصنام وغير ذلك. قال فإن هذا أظهر شعائر الإسلام. سبحانه، يعني كلام واضح. قال مسائل خفية في الأول قال هذه مخطئ ضال لابد أن تقوم عليه الحجة، في المسائل الظاهرة هنا كالشرك الأكبر والعبادة لغير إلى آخره قال هذه من أظهر أن شعائر الإسلام بل اليهود والنصارى يعرفونه. سبحان الله. وقال رحمه الله تعالى، يعني هذا نقل آخر كذلك في أنه يفرق بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية، قال في شرح العمدة هنا في كتاب الصلاة لما كان يتكلم عن مسألة تكفير تارك الصلاة، قال وفي الحقيقة فكل رد لخبر الله أو أمره فهو كفر دق أو جل، لكن قد يعفى عما خفيت، انظر هنا قوله عما خفيت فيه طرق العلم وكان أمرا يسيرا في الفروع بخلاف ما ظهر أمره. وانظر هنا بخلاف ما ظهر أمره وكان من دعائم الدين من الأخبار والأوامر. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هنا كذلك فرق بين ما خفي وما ظهر، قال ما خفي يعفى بخلاف ما ظهر قال هذا من دعائم الدين، وهذا يعضد القول الذي تقدم. وفي الوصية الكبرى رحمه الله تعالى كذلك ذكر التفريق بين الأصول وغيرها بتفصيل، وهذا النقل عنده هو في المجلد الأول من مجموعة الرسائل الكبرى الصفحة 72 بعد 200 طبعا دار إحياء التراث. قال رحمه الله
هنا يعني فصل، ذكر المسائل أصول التي لا يعذر فيها والمسائل التي يعذر فيها، قال وفرق بينهم. قال ومثل أصول الشرائع كما ذكر تعالى في سورة الأنعام والأعراف وسبحان وغيرهن من السور المكية من أمره بعبادته وحده لا شريك له وأمره ببر الوالدين، ثم قال مع ما يدخل في التوحيد من إخلاص الدين لله والتوكل على الله والرجاء لرحمة الله والخوف من الله والصبر لحكم الله والقيام لأمر الله، وأن يكون الله ورسوله أحب إلى العبد من أهله وماله والناس أجمعين إلى غير، يعني هنا عدد العبادات كلها، قال إلى غير ذلك من أصول الإيمان التي أنزلها الله. وهذه كما في نقله هذه أصول الإيمان التي لا يعذر فيها بالجهل البتة. وأما الثاني، هنا تذكر مسائل خفية، قال وأما الثاني فما أنزله الله في السور المدنية من شرائع دينه وما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وذكر الوجهة والمنسك والصلوات الخمس. هذه مثلا الذي ينكر الصلوات الخمس إن كان حديث عهد بالإسلام، هذا نقول لابد أن تقام عليه الحجة إلى آخره، وهذا كلام صريح رحمه الله تعالى. وقال كذلك في نفس المصدر الصفحة 96 بعد 200، قال وعبادة الله وحده، انظر هنا، وعبادة الله وحده هي أصل الدين وهو التوحيد الذي بعث الله به الرسل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهذا كلامه صريح في أن العبادة والشرك هذه أصل الدين، كما قال في القول الذي تقدم، قال قال هذه الأمور الظاهرة التي تعلم العامة والخاصة من المسلمين أنها من دين المسلمين، قال بل اليهود والنصارى، يعني اليهود والنصارى جعلهم هذه المسائل ما تخفى عليهم مسائل العبادات، مع ذلك تقولون ابن تيمية يشترط قيام الحجة فيها، هذا عجيب. وقال رحمه الله في المجموع بعد أن كفر الرازي الذي كتب في الشرك في المجلد الخامس الصفحة 5 بعد 100، قال ثم يعتمد أي الرازي فيما أقر به من أمور الإسلام على ما علم بالاضطرار من دين الإسلام مثل العبادات والمحرمات الظاهرة. لذلك كفر الرازي مطلقا، لأن الرازي كتب في الأمور الظاهرة التي هي العبادات، فهنا قال على ما علم بالاضطرار مثل العبادات والمحرمات الظاهرة. انتهى كلامه رحمه الله. هذا حتى يعلم أن ابن تيمية رحمه الله يفرق في التكفير بين العبادات الظاهرة في الشرك يعني في الشرك الأكبر يفرق. وقال رحمه الله تعالى كذلك في المجلد 20 الصفحة 38، قال اسم الشرك يثبت، هذا من أصرح كلامه، قال اسم الشرك يثبت قبل الرسالة يعني قبل الحجة لأنه يشرك بربه ويعدل به. هذا ما يخفى على أحد، انتهى كلامه. وهذا مذهب ابن تيمية ليس في الشرك الأكبر فحسب، يعني لا يشترط قيام الحجة، بل وفي كل المكفرات الظاهرة، ولا يستثنى إلا المسائل الخفية. ومن أكثر ما يدل على هذا قوله رحمه الله في المجموع المجلد الأول الصفحة 53 بعد 100، وهذا كلام نفيس لابن تيمية يقرر فيه مذهبه هنا. وكان يتكلم في التوسل المشروع، قال ولفظ التوسل قد يراد به 3 أمور، يراد به أمران متفق عليهما بين المسلمين، أمران متفق عليه بين المسلمين، يقصد هنا التوسل المشروع. أحدهما هو أصل الإيمان والإسلام، وهو التوسل بالإيمان به وبطاعته، إيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم وبطاعته بما جاء به، يعني إنسان يتوسل بالأعمال الصالحة. قال والثاني دعاؤه وشفاعته، قال وهذا أيضا يعني دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنا، كان دعاء النبي صلى الله عليه وسلم لنا وشفاعته لنا في الآخر. قال وهذا أيضا نافع يتوسل به من دعا له وشفع فيه باتفاق المسلمين. قال فمن أنكر، انظر هنا، قال فمن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين قال فهو كافر مرتد يستتاب. لماذا؟ لأنه هذا قال هنا هذا من مسائل الظاهر، قال فمن أنكر التوسل به بأحد هذين المعنيين فهو كافر مرتد يستتاب، فإن تاب ولا قتل مرتدا. قال ولكن التوسل بالإيمان به وبطاعته قال هو أصل الدين، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام للخاصة والعامة، يعني كل ما علم الخاصة والعامة فلا يشترط فيه لا قيام حجة ولا انتفاء موانع. قال فمن أنكر ذلك فكفره ظاهر للخاصة والعامة. ثم هنا فرق، قال وأما دعاؤه وشفاعته وانتفاع المسلمين بذلك قال فمن أنكره فهو أيضا كافر. قال لكن هذا أخفى من الأول، انظر قوله أخفى،
أخفى، فمن أنكره عن جهل عرف ذلك، فإن أصر على إنكاره فهو مرتد رحمه الله تعالى. يعني كم يفتري عليه المفترون، وليس ثمة كلام صريح أكثر من هذا. لذلك فابن تيمية رحمه الله تعالى إطلاق التكفير عنده نوعان: مرة يطلق لفظ التكفير على أنواع من الكفر الظاهر والشرك الأكبر، وأخرى يطلق لفظ التكفير على أنواع من المسائل الخفية، ويقيده أحيانا بإقامة الحجة وانتفاء الموانع. وهذا كما سبق نقله رحمه الله حين قال يعني هذه المسألة، مسألة لفظ التكفير إطلاقه وتقييده، قال هو الذي يعلم مذهب ابن تيمية ما عاد يشكل عليه، لأنه قال إن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به، بحسب الأحكام. إذا كانت هذه الأحكام تتعلق بمسائل ظاهرة وشرك أكبر فهذه يكفر فيها جملة وتفصيل بلا تفصيل، أما إذا كانت في المسائل الخفية فهذه التي يشترط فيها قيام الحجة. ومن لم يتقرر عنده مذهب ابن تيمية في التكفير كما ذكرنا الآن، ولم يعرف أقواله هذه أقوال التي ذكرتها أنا الآن هي التي قيد بها مذهبه، سوف يختلط عليه الأمر كما صار للأسف لهذا الأخ. لذلك فابن